اليوم راح احكي لكم سالفة رجل منحوس بعد ما ضاع بالصحراء لجأ البيت مرة بوادي، بس هو ما يدري بدخول هالمكان سود حياته للأبد. وحياكم الله بقناة سالفة فيلم. اليوم نحكي عن سالفة فيلم ذا سيدينج. ببداية القصة نشوف طفل وسخ بالصحراء بولاية يوتا ودا ياكل صبع انسان. شوية بعد بنفس المنطقة نشوف مصور اسمه ويندام جاي بسيارته حتى يصور كسوف الشمس، وبعد ما ينجح وياخذ صور رهيبة يجمع اغراضه ويروح صوب سيارته حتى يرجع، بس بالطريق عينه تصادف ولد صغير يبكي وحده. هنا الولد الصغير يقول لويندام ضيعت اهلي هنا، وبعدين يمشي صوب جهة معينة. ويندام يضطر يتبعه لان ما يقدر يقبل يخلي الولد وحده، وفجأة الولد يبلش يسب ويندام وبعدين يشرد من المكان. ويندام المسكين اللي صار هواية بعيد عن سيارته مع وصول الليل يضيع طريق الرجعة، وحتى يكتشف انه تليفونه ما بيه اي تغطية. وفجأة يسمع صوت غناء امرأة، بعد ما يتبع الصوت يشوف كوخ جوا الوادي، وسبب هالشي ويندام بعد ما يشوف سلم ينزل منه حتى يقدر يطلب المساعدة من المرأة. بعد ما يدخل ويندام الكوخ المرأة اللي اسمها آرينا تطلب منه يقعد على الطاولة حتى تصب له عشاء، وهناك كل ما يسألها ويندام عن طريق الخروج من الصحراء آرينا ما تجاوبه. بعدها آرينا تطلب من ويندام يبات ويستريح هناك وهو يوافق. بنص الليل ويندام يشوف آرينا داخل غرفتها عارية وتنظف نفسها، بس هو يغمض عيونه ويقرر ينام. صباح اليوم الثاني ويندام بعد ما يحط شوية فلوس لآرينا يمشي ويترك الكوخ، بس أول ما يطلع من المكان شعر بالرعب لأن يكتشف أن الكوخ محاط بصخور من كل جهات، وحتى نص السلم اللي شافه البارحة اختفى. شوية بعد ويندام يسأل آرينا عن السلم بعد ما تصحى، وهي تقول له أن السكان المحليين ياخذون أحيانا وبعدين يرجعوا بعد يومين، ولازم تعرف أنه إذا السلم مو موجود هنا ماكو أي طريقة للخروج من المكان. فبالمختصر ويندام يضطر يبغى يوم ثاني بنفس المكان، وخلال هالفترة يصير مشغول يصور المكان. مرة يحاول يطلع على الصخور بس ما ينجح. بعد هالشي آرينا تطلب منه يغسل ملابسه لأنها تقول له إذا شافته زوجته بهالملابس راح تزعل هواية، بس ويندام يقول لها أنا أعزب وما عندي أي زوجة. بعد كم ساعة ويندام يلاقي مطرقة ببيت آرينا ويحاول مرة ثانية يطلع على الصخور مثل ماعز جبلي، بس بالطريق مجموعة أطفال يرمون عليه راس حيوان فيطيح ويغيب عن الوعي. بعدين بالليل ويندام يصحى ويكتشف أن المطرقة رايحة بريله، بس آرينا تسمع صوته وتجي له وتسحب المطرقة من رجله وتضم الجرحى. اليوم التالي بعد ما تتحسن حالته يطلع ويندام من الكوخ، بس لما يشوف ماكو سلم يبلش يصرخ ويطلب مساعدة، ولما ما حد يرد عليه يجيب آرينا من الكوخ ويسألها شنو لازم يسوي وهو قلق، بس آرينا تقول له لا تخاف أنا راح أراقب عليك. هنا ويندام يصرخ يابا أريد أرجع لحياتي وما أريد أبغى هنا، ولما آرينا تجي تهديه يصرخ عليها ويبعدها عنه. بعدها يجي ولد اسمه كيرز وهي أخته الصغيرة ويشوفونه. كيرز ينادي ويندام ويقول له أنت ليش تريد مساعدة؟ ويندام يرد إيه أنا عالق هنا، وكيرز يطمنه ويقول له بالليل أجيب حبل وأجي أساعدك. بعد كم ساعة كيرز ينزل حبل وويندام يربط نفسه عليه، وعدد من الأولاد اللي مع كيرز يسحبونه ليه فوق، بس فجأة يعلقونه بالنص ويبلشون يسوون عليه مقالب ويتبولون عليه. بعدين يبدون يهزون الحبل وويندام يطق راسه بالصخر ويغيب عن الوعي. بس بنفس اللحظة آرينا توصل وتكلم هالأولاد باللهجة المحلية وتقول لهم يتركون ويندام وهم يشردون من المكان. بعدين بنص الليل لما يصحى ويندام يحاول مرة ثانية يلاقي طريقة الهروب، بس لأن صار ضعيف وهو يطيح على الأرض. آرينا تجي فوق راسه وتطلب منه يقبل مصيره ويكمل حياته هناك. هنا ويندام يسأل آرينا عن الأولاد اللي أزعجوه، وهي تقول له هذول مجموعة أولاد شوارع ويستمتعون يضايقون الناس للتسلية. وبالمختصر بعد كم أسبوع لما ويندام يتأقلم ويا هالحياة الصعبة يلاحظ مراهق يرمي بعض الأدوات والأغراض من فوق، وهالشي يثير فضوله هواي. بس آرينا تطلب منه ما يسأل أكثر من اللازم ويحاول يعيش حياته بشكل عام. ويندام يفكر ويا نفسه إنه ممكن آرينا تكون مثل ضحية ولازم لأسباب معينة تخفي عنا بعض الأشياء. نفس الليلة بعد ما يسمع ويندام شوي صوت يطلع من الكوخ وهو سكران، وفجأة كيرز كضة ويلحس وجهه. بعد ما يمشي كيرز ويندام يرجع للكوخ ويصرخ على آرينا بسبب اللي صار، بس آرينا تطلب منه يهدى ويروح ينام. بعد شوي آرينا تروح لغرفتها وتتعرين حتى تقدر تنظف نفسها، وويندام لما يشوف هالمشهد يتفاجأ ويتقرب منها ويصير اللي صار. كم يوم بعد ولد اسمه لبوز ينادي ويندام من فوق ويسأله عن الحياة برا، وويندام يحكي له شوي بس يقول له إذا تريد تعرف أكثر لازم تساعدني أطلع من هالمكان. بنفس الليلة ويندام يشوف صورة ويسأل آرينا هل هذه أمك، وهي تقول له هذه كانت أول أم إجت لهنا، بس ويندام ما يفهم كلامها صح ويستغرب من حكيها. بنفس اللحظة آرينا تقول له أنا حامل من عندك، بس إذا ما تحب تقدر ما تهتم بينا. ويندام ينصدم من يسمع هالخبر ويقولها أنت غشيتيني، ما أريد أم ابني تكون مرة مجنونة مثلك. وهالكلام يخلي آرينا تزعل منه. اليوم التالي لوبوز يرجع لهناك ويندام يقول له المرة اللي هنا حامل ولازم نطلع من هالمكان فورا، إذا تساعدنا أوديك وياي للعالم البرا. لوبوز يوافق ويقول له بالليل لما ينامون الكل راح أجيب حبل وجي، بس لسوء الحظ ولد ثاني يسمع كل كلامهم ويجي وياخذ لبوز من المكان. بعدين بنص الليل ويندام يقول لإلينا إذا نطلع من هالمكان نبدأ رحلتنا، وأول شيء نسوي ناكل تشيز برجر، بس إلينا ما تعرف شنو يعني تشيز برجر. صباح يوم الثاني يشوفون إنه باقي الأولاد كاتلين ربوز ورابطينه فوق الوادي.
لما أرينا تشوف هالمشهد تغضب هواي وتقول لويندام أنت سبب موت ابني، وبعدها الضربة حيل بعصا ويطيح مغمى عليه. بعد عدة أشهر نشوف ويندام المسكين أرينا حابسته داخل غفص، وبينما هي بطنها حيل كابرة تطيء أكل حتى لا يموت ويظل عايش. اليوم الثاني ويندام يلاحظ بنت متسلقة جبال تجي من فوق الصخر، وهالشي يجذب انتباهه ويطلب منها تروح وتبلغ الشرطة. البنت تروح حتى تسوي هالشي، بس بعدها ويندام يكتشف ان كورس لاحق البنية ويضربها ويقتلها. وبالليل هم يسوون مراسم دينية، يحطون قطعة قماش وعدد من حليب جاف حول رقبة أرينا، وهنا يتضح ان كل واحد من هالأولاد من أب مختلف لكن أمهم أرينا. بعد شهر أو شهرين ومع وصول الشتاء أرينا تجيب بطانية لويندام، وهنا ويندام يترجى أرينا حتى تحرره علشان يراقب عنها وعن الطفل. وهنا أرينا تقول له أنا من البداية ما كنت محتاجتك، وكل اللي كان يهمني هو نطفتك، ولازم تعرف أن راح تظل على قيد الحياة حد يوم عيد ميلاد طفلنا. باليوم التالي إلينا تحس بألم شديد وتروح تفتح قفص ويندام وتطلب منه يساعدها، وويندام يوافق ويساعدها، لكن فجأة يلاحظ أن الأولاد علقوا السلالم، وهذا يحطه بموقف صعب بين أنه يهرب أو يساعد أرينا. وبالمختصر ويندام يقرر يساعد أرينا ويهتم بيها ويساعدها بالوضاعة، ولما يولد الطفل يرجع ويحضن بنته ويتونس وايد من يشوف بنته. بعدها أرينا تاخذ الطفل من ويندام وتوعد أنها راح تهتم بيه كلش، وبعد ما تتشكر منه وايد على مجهوداته تقول له هسه صار وقت الرحيل. وبهاي اللحظة واحد من الأولاد من ورا ويضرب ويندام ويقتله وينهي حياته التعيسة. وبنهاية القصة نشوف أرينا تحط أغراض ويندام بصندوق، وبينما جسده ظل بدون دفن. وهاي نهاية القصة، ونقدر نقول هالفيلم واحد من عدة قليلة من الأفلام اللي نهايتهن ما هي حلوة. وشكرا لأنكم كملتوا وياي للنهاية. إذا حبيت هالفيلم لا تنسى تشترك بالقناة حتى يوصلك كل شي جديد. اضغط على واحد من هذين الأفلام اللي طلع لك على الشاشة علشان تشوف ملخص جديد وبنهايات سعيدة.